السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أحمد من قناة بيت العيلة. برحب بكل اللي بيتابعونا وأرجو الدعاء لأبي بالرحمة والمغفرة. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين جميعا وجزاكم الله كل خير. إن شاء الله بإذن الله هنعمل مع بعض النهاردة المعمول أو البسكوت بالعجوة. مغذي ومفيد جدا لأولادنا وحلو قوي للمدارس أو الفطار الصبح ومقاديره سهلة جدا. هنجيب بيضتين عليهم رشة فانيليا وكوباية سكر، فانيليا سايلة أو بودر أي حاجة، ونص كوباية زيت، وهنضربهم بمضرب سلك أو بالخلاط أو مضرب كهرباء المتاح عندك. تمام. مقادير سهلة جدا مفيهاش أي حاجة وطريقة بسيطة. بعد ما الخليط يمتزج كله مع بعضه هبتدي أنزل بنص كوباية لبن علشان خاطر طبعا تدعمه أكتر وتخليه غني وطري. تمام. بترطب لي العجينة وتخلي لي البسكوتة حلوة. خلاص. هكون مجهزة من 3 كوبايات ونص ل4 كوبايات دقيق، عليهم معلقة كبيرة نشا ونص باكت بودر وذرة ملح. خلاص. نص باكت بودر اللي هو 16 جرام، يعني نصه حوالي 8 جرام، واقلبهم كلهم كده مع بعض وهنزل بيهم على الخليط والم العجينة لحد ما تبقى معايا عجينة طرية ومش ملزقة خالص، وتكون لما كل كمية الدقيق اللي عندي. خلاص. وما تكونش بشقاق ولا حاجة، تكون طرية وفي نفس الوقت منضفة ايدي ومنضفة الحاجة اللي انا بعجن فيها. خلاص كده. طبعا بالكوب المعياري او بالمج العادي حسب، بس اهم حاجة يبقى كله بمعيار واحد. ودعمتها بمعلقتين لبن بودرة، طبعا ده اختياري، تقدري تحطيهم او ما تحطيهمش، بس طبعا انا بعمل حاجة لاولادي فعايزاها مغذية وغنية على قد ما بقدر. شايفين العجينة بقت جميلة جدا ازاي، طرية بس في نفس الوقت متماسكة معايا ومش ملزقة خالص. دي عجوة جبتها وفصصتها وغسلتها كويس وعملتها بالزبدة على النار وحطيت عليها قرفة، وجبت العجينة عملتها رول كده. تمام. بالشكل ده، رول رفيع خالص، وسويتها كويس جدا. وبعدين عملت العجوة برضو رول كده، برضو ما يكونش لا كبير ولا يعني ولا رفيع قوي ولا تخين قوي عشان خاطر ما يطلعش من العجينة، واقفلها بحكمة بالشكل ده، وارجع تاني اسويها بشويش خالص عشان خاطر العجوة ما تطلعش بره. اهو بتأكد تمام ان انا قفلتها كويس، وهبتدي ان انا اسويها تاني. تمام كده، سهلة خالص. وابتدي بقى اقطعها قطع متساوية. هعملها الاول كده بالشوكة عشان يبقى شكله زي الجاهز. تمام. وقطعته قطع متساوية كده، وهرصه بقى في صاجة او صواني اللي هي الخبز، وهعمل واحدة تانية بالشكل ده. سهل جدا مفيهوش اي حاجة، وطريقته يعني متاخدش وقت خالص، والعجينة سلسة جدا جدا. اهم حاجة ان اقفله كويس، وابتدي ان انا واضغط عليه كده بالراحة، وبعدين بعد ما اسويه اعمله بالشوكة كده، تدي شكل لطيف. لما يبقى بشكل التحديدة دي بتدي شكل حلو. وبعدين هقطعها قطع متساوية كده وارصهم بقى في الصينية بتاعتي، وادخلهم الفرن على درجة حرارة من 180 ل 200 حسب درجة حرارة فرنك، لحد ما يحمر من فوق ومن تحت. تمام. بياخد حوالي ربع ساعة لتلت ساعة، وبيبقى معايا بالشكل ده، حلو قوي وجميل للفطار الولاد ومغذي وطبعا عجينة غنية جدا. تمام. شايفين شكله جميل جدا. افتحها لكم برضو من جوه اهو. بألف هنا وبألف شفا. يا رب تكون الحلقة عجبتكم. ما تنسوش تدعمونا بسبسكرايب لقناتنا لأول مرة تشوفونا، ولايك وشير وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وانتظرونا في حلقة جديدة ووصفة جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.